هتصدقني لو قلتلك ان الراجل ده ومراته محبوسين من 7000 سنة بداخل مقبرة فرعونية؟ طرع لي بقى ودانك واسمع لي. في يوم مشمس بقرية ميدوم بمحافظة بني سويف، مجموعة من العلماء ومعاهم بعض العمال كانوا بينقبوا في مقبرة الملك را حتب. فأثناء عملية التنقيب بداخل المقبرة المظلمة اللي ما فيهاش أي ضوء بخلاف نور المشاعل اللي كانوا شايلينها في ايديهم، ومرة واحدة وسط الضلمة يتفاجئوا بعيون بتلمع بتبص لهم بمنتهى الثبات. العيون دي أصابتهم بالذعر والخوف لدرجة ان المشاعل وقعت من ايديهم، ولكن لما استجمعوا شجاعتهم وبدأوا يدققوا اكتر اكتشفوا انهم قدام اثر جديد بيثبت وبيؤكد وبيبصم بالعشرة على مدى عبقرية الفنان المصري القديم. احب اقولك ان العيون اللي اصابتهم بالذعر دي كانت مجرد تماثيل صماء لا حول لها ولا قوة. تمثال الملك را حتب اخو الملك خوفو وزوجته نفر، طول التمثال الواحد لا يتعدى ال 120 سم. عيون التماثيل زي ما انت شايف كده مطعمة